السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. اتمنى ان لاول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس للكل عشان يوصل له كل جديد في شغلي باذن الله. النهاردة المفاجأة في شقتنا. النهاردة مش شقة عروسة، النهاردة شقة مدام. اللي هيشوفها طبعا هيقول ما شاء الله دي شقة عروسة يا دعاء مش شقة مدام. ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها كده في شقتها الجديدة بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. هي صراحة محافظة على حاجتها وحاجتها كلها ما شاء الله زي ما انتوا هتشوفوها. اغلب الحاجة بتاعتها من خارج مصر ما شاء الله. تعالوا نشوف كده مع بعض. حطينا لها في القطعة الاولانية من النيش ايه. اول قطعة من النيش حطيت في الرف الاولاني طقمين كاسات، ودخلت معاه طقم استكانات قهوة كده على جولد ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. هنا حطيت لها طقم شربات في بيتي، ودمجت معاه طقم كوبايات عصير كبيرة وكوبايات شاي صغيرة. في الرف التاني على طول حطيت لها طقم الشاي بتاع الطقم الصيني ما شاء الله. الطقم الصيني بتاعها كان مميز وقيم وجميل جدا. وده بقيت الطقم الصيني. اتمنى منكم هنا في الفيديو بجد والله امانه عليكم تدعوا لعروستنا كده ان ربنا يرزقها يا رب بالذريه الصالحه في شقتها الجديده. هي كانت وعداني ان هي هتصور لي الشقه بعد الفرش. انا كنت ناويه والله ان انا افنش لها الشقه، بس غصب عني والله العظيم كان عندي ضغط شغل، لان هي كلمتني في وقت متاخر جدا وانا كان عندي ضغط شغل، كنا في الموسم بتاعنا. هنا دي القطعه التانية من النيش، هنشوف مع بعض حطينا لها فيها ايه. الرف الاولاني حطيت لها فيه طقم شربات بوهيمي، ودمجت معاه طقمين كاسات كده بالشكل ده. هنا برضو حطيت لها قارورة ما شاء الله اللهم بارك، قارورة بوهيمي معاها كوبايات عصير. هي مختلفة تماما عن العادة، وحطيت معاها طقمين كاسات. دايما اغلب القارورات دي بيبقى معاها كاسات، هي جايباها ما شاء الله معاها كوبايات عصير. والكوبايات والله بتبقى عملية برضو جميلة جدا. هنا حطيت لها طقم الشاي والجاتو، وحطيت تحت بقية الطقم الصيني ما شاء الله. هو الطقم الصيني بتاعها كبير فخد معايا كذا رف، وكملناه في البوفيه هنشوفه مع بعض دلوقتي. تعالوا بقى نشوف حطينا لها ايه في البوفيه ما شاء الله. البوفيه برضو كان شكله قيم وجميل جدا. تعالوا نشوف الضلفة الأولانية كده من البوفيه. حطيت لها فيه طقم صواني تقديم، وحطيت معاه شوبات عصير، وحطيت طقم الشاي دوت اللي داخل فيه جولد ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى حطت لها بقية الطقم الصيني بتاعها. الطقم الصيني زي ما انا قلت لكم طقم كبير، يعني اللي هو فوق ال100 قطعة. كان 100 وشوية تقريبا. تعالوا بقى نشوف الضلفة التانية من البوفيه. اصلا انا كنت رايحة الشقة على اساس ان صاحبتها، انا كنت فرشة لصاحبتها قبل كده مش اول تعامل يعني. صاحبتها لما عجبها شغلي طلبتني وقالت لي تعالي فرشي لصاحبتي شقتها. رحت الشقة على اساس ان هي عروسة. اتفاجئت بقى زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان هي مدام. حطت لها جزء من الطقم الاكروبال وجزء من الطقم الاكوا بايركس كده، لان هي كانت حابة تحط جزئين جنب بعض. حطت لها شنطة المعالق بتاعتها وبقية الاكروبال تحت. البايركس يا ربي سوري، وهي خدت جزء من الاكروبال لها استخدامها في المطبخ. ده بقى الدولاب بتاعها كان خاص بيها هي وجوزها، خاص باللبس بس. ما كانش فيه مفروشات تماما خالص، لان ما شاء الله اللبس كتير جدا. انا حاولت ان انا اخد لكم اي لقطه من الاوضه ما شاء الله الشقه كانت قد ايه جميله جدا. كان نفسي صراحه ان انا اصور لكم الشقه كلها، بس غصب عني والله ما عرفتش ان انا اعمل لها الفينش الاخير، لان كان عندي ضغط شغل وما كنتش عارفه خالص ان انا اروح لها تاني. بس هي قالت لي وعدتني يا دعاء اما تيجي اما اخلص الشقه هصورها وابعتها لك، بس هي تقريبا نسيت. فمعلش بقى انا هعذرها، لو هي لسه فاكره اكيد هتبعتها لي، ولو بعتتها لي انا هنزل لكم الشقه كامله بعد الفرش. بس ما شاء الله ذوقها جميل جدا في اختيار حاجتها. زي ما انتم شايفين الدولف عندها متقسمه لشماعات كده اللي هي الجزء اللي في النص، ومن الجناب ارفف صغيره حطينا فيها اللبس البيتي كده بالشكل دوت. وفي الضلفه اللي في النص علقت لها كل اللبس الخروج بتاعها. هنا طبقت لها كل اللبس البيتي كده، وخدت لها الرف بس الاخير دوت للشنط الخروج، لان ما كانش فيه صراحه مكان خالص في الضلفه بتاعتها اللي في النص. تعالوا بقى نشوف دولاب الاطفال اللي دوخني في الفرش. اول مره اتعب قوي في دولاب اطفال، مع ان هو مش كبير قوي ولا حاجه، بس الضلفه الشماعه اللي فوق ديت هي اللي تعبتني يا جماعه في الفرش.
طبعا هتقولوا لي مدام وحاطه لها شرايط وعامله لها شغل. ايوه والله حاولت ان انا اعمل لها رصه سهله ان هي تستخدمها، وفي نفس الوقت ان انا افرحها شويه واعمل لها، لان هي احلى عروسه طبعا. مش هنقول مدام، والله تشوفوها حد كيوت وقمر جدا وانسانه محترمه، وانا كنت مبسوطه جدا وانا معاها. حطيت لها الملايات كده بالشكل دوت، حطيت لها عليها شرايط بسيطه، وحطيت لها اللحاف، وحطيت لها هنا برضو كوفرته مفرش قطيفه، وحطيت بطانيه، وتحت بقى في الرفين الاخر كده بقيه المفروشات بتاعتها. دي بقى الضلفه اللي انا قلت لكم عليها، الضلفه اللي دوختني في الفرش تماما. كل ما رصها احس ان هي هتاخد الحاجه وتقع. حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط لها. زي ما انتوا عارفين الحاجه الفايبر ما بتبقاش ماسكه نفسها قوي، بس لو لو الشماعه دي تحت كانت هتبقى ظابطه اكتر. هنا حطيت لها ملايات الاطفال وطعمت بالفوط كده، وبقيه المفروشات الاطفال تحت زي ما انتم شفتوا معايا. ده المطبخ بتاع المدام بتاعتنا ما شاء الله ربنا يبارك لها. المطبخ في الشقه التانية كان اكبر من هنا، فهي بتقول لي يا دعاء انا نص المطبخ بتاعي يعتبر في الشقة التانية، ان انا مش عارفة ان انا اجيبه. المطبخ هنا مساحته صغيرة شوية عن هناك، مطبخها التاني كان اكبر من كده. فيا حبيبتي معرفتش ان هي تحط كل حاجتها في المطبخ. زي ما انتم شايفين دي القطعة اللي جنب البوتاجاز كان فيها الميكروويف كده، حطيت لها على الرخامة اطقم التوزيع وطقم الشوربة وطقم الفناجين القهوة دوت. هنا خصصت لها الجنب ده زي كوفي كورنر، والعجان والفراير القلاية بتاعتها. وما شاء الله زي ما انتم شايفين ده كده كان شكل المطبخ بتاعها. ربنا يبارك لها يا رب. خصصت لها الجزء اللي تحت كده للحلل. ما شاء الله حطيت لها الحلل الجرانيت اللي هي حابه تستخدمها على طول استخدام يومي. وهنا دوت الطقم التيفال قريب جدا من البوتاجاز وسهل جدا ليها. فوق الميكروويف على طول حطيت لها الصواني الكيكه والكب كيك كلها. ده كان طقم حلل تاني وكنك استانلس وحلة الضغط. هي قالت لي يا دعاء ان الحاجات دي مش هيبقى استخدامي ليها قوي، فرفعتهم لها فوق. حتى لو هي فرضا حابة تستخدمهم سهل برضو ان هي تنزلهم. هنا دوت تربو، اول مرة اشوف تربو بالطريقة ديت. على فكرة المطبخ بتاعها كان خشب، بس ما شاء الله كان قيم وجميل جدا جدا. ما شاء الله هنا كان زي ما انتم شايفين في تقسيمات كده في الادراج، كانت حلوة جدا، كانت عجباني قوي. مش محتاجة منظم، مش محتاجة اي حاجة. يا ريت اي عروسة تعمل التقسيمات دي، جميلة جدا. هنا بقية الرفايع بتاعتها كده بالشكل دوت. هنا دي كانت التلاجة بتاعتها تقريبا كان نوعها LG. الديب فريزر كان بره، ما كانش له مكان في المطبخ. زي ما انا قلت لكم في البداية كان المطبخ صغير. هنا حطيت لها البلاستيكات كلها بقية الحاجات، وعلب التلاجة بتاعتها ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. حاولت ان انا الم لها كل حاجة بلاستيك، اطباق بلاستيك، بولات بلاستيك، علب التلاجة، كل ما يخص البلاستيكات في الضلفة اللي تحت. هنا حطيت لها اطقم التوابل في الرف اللي تحت دوت. فوق بقى الاول ضلفة ديت حطيت لها فيها ازاز طقمين شربات. حطيت طقم شربات في الرف الاولاني، وحطيت طقم معاه فروت سلطات. وهنا حطيت طقم شربات تاني، وحطيت معاه طقم قهوة. وحطيت معاه برضو ما شاء الله طقم خشاف زي ما انتم شفتوا معايا بالبولة بتاعته. حاولت والله على قد ما اقدر الملها اغلب حاجتها في المطبخ، بحيث ان هي طبعا مدام وحاجات كتير هتستخدمها. هنا حطيت لها في المطبقيه بقيه الطقم الاكروبال، وحطيت معاه كوبايات للاستخدام بتاعها اليومي، كوبايات عصير وكوبايات شاي برضو. وهنا وزعت لها بقيه الكوبايات بتاعتها كلها، وحطيت لها برضو طقم كاسات لاستخدامها لو جه عندها ضيوف وحابه ان هي تطلع كاسات ولا حاجه، يبقى عندها على الاقل طقم في قلب المطبخ. هنا كل ما يخص البايركس، البولات البايركس، القوارب البايركس الكبيرة، علب بايركس ازاز برضو هي كانت جايباها. وهنا بقية الطقم الاكروبال. هنا العجان كان على الرخامة زي ما انا قلت لكم. طبعا المطبخ بتاعها زي ما انتم شفتوا معايا ان بقية المطبخ كان لسه ناقص حاجات هتتركب فيه. زي ما انتم شايفين برضو البوتاجاز، والكرتونة اللي قصاد البوتاجاز دي فيها الاجهزة الكهربائية في الخلاط والهاند بلندر والعصارة. كان فيها هيجي هنا لسه قطعة مطبخ هتتعلق فوق القطعة دي على طول. وبكده نكون خلصنا جولتنا في شقة المدام بتاعتنا، وانتظرونا في فيديو جديد. والسلام عليكم.